ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. النهارده الحلقه مختلفه شويه، جايين نتكلم في حاجه غير المسابقات اللي احنا بنعملها على طول ومتعودين نعملها مع بعض. النهارده جايين ندردش انا وهوندا في موضوع كده كنا قاعدين فيه في القهوه. كان موضوع بقى يا هوندا؟ احسن 10 لعيبه في 10 منتخبات. يعني هننقي كل لعيب من اكتر 10 منتخبات كبيره في العالم عامه، اوروبا وامريكا الجنوبيه، وهنتكلم عنهم. انت هترتبهم بطريقتك وانا هرتبهم بطريقتي، وهنشوف هنوصل لايه في الاخر. حلو. الموضوع ده يا جماعه فيه ديبيت كبير قوي، يعني كل واحد من وجهه نظره، اللي شاف لعيب واللي عصر لعيب وهو ناضج شايف ان اللعيب ده افضل لعيب غير عن حد بتسمع عنه. ده بره حساباتنا شويه، بنتكلم على اللعيبه اللي انت شفتهم بعينيك، والموضوع ده هيتطلب مشاركتكم معانا في الكومنتات وفي الدي امات، واي حد عنده اي راي متاح ان هو يقوله في اي مكان وفي اي وقت. مظبوط طبعا. انا ماشي. بس عايز اضيف بقى حاجه، اتفضل. ان الكونسبت نفسه عامه بتاع البرنامج، احنا هنختار توب 10 عامه. يعني احنا النهارده اخترنا توب 10 في 10 لعيبه في 10 منتخبات. المره الجايه هتبقى توب 10 تانية، بس توب 10 مختلفه عن اللي احنا بنعمله المره دي. يعني هو ككونسبت واحد، بس الطريقه اللي جواه هي اللي هتتغير. احنا بندور على الرانكينج عامة. بالظبط. الدنيا في الترتيبات كل واحد بيشوف حاجات من وجهة نظره مختلفة عن التاني، فاللي ليه رأي هو ده اللي بيدور الدنيا مع نفسه. مظبوط. اوكي. نبدا انت. بص يا باشا. طب خلينا نقول ال10 منتخبات الاول. نقول 10 منتخبات. يعني نخلي بس الناس، عشان لما هما لو حد عايز يرتب ما يسرحش معانا في الاخر ويفضل ياخد كل منتخب لوحده. طيب احنا معانا 2 من امريكا الجنوبيه، اكيد البرازيل وارجنتين. حلو. بعد كده هنطلع لاوروبا. حلو. عندنا المانيا، فرنسا، اسبانيا، انجلترا، برتغال، بلجيكا، مين تاني؟ ايطاليا، هولندا. دول ال10 منتخبات. حلو. هنشوف بقى احنا هنرتبهم ازاي. مش هتفرق مين اللي هيتاخد مين قبل مين. احنا كده في الاخر هنرتب الاحسن 10 لعيبه. اوكي. وبعد كده هنشوف هنروح لفين. ماشي. هوندا يختار 10 لعيبه من ال10 منتخبات وهيرتبهم بالترتيب اللي هو شافه من وجهه نظره، وانا هعمل ده. وهنستنى منكم في الكومنتات ال10 منتخبات دول تختاروا لنا منهم احسن 10 لعيبه وتقولوا لنا رايكم ايه. حاجه بسيطه بس. احنا هنطلع رونالدو وميسي بره الحزب، عشان لو دول حطيناهم في الحسبه اول وتاني. هو كلام صراحه منطقي يعني. اول وتاني يعني مش يعني احنا هندبت مين الاول ومين التاني. ماشي. بس هو كده اول وتاني. بيت العالم هرس. مظبوط. فاحنا خلينا نطلع بره رونالدو وميسي بره الحسبه. موافق. ويعني نشوف مين ال10 لعيبه غير رونالدو. يعني رونالدو وميسي 1 2 وعندنا 10 بعديهم. اتفقنا. ماشي. يلا ابدا انت. عملاق الكره العالميه. يلا بينا. البرازيل يا باشا. البرازيل. تبتدي انت ولا ابتدي انا؟ خلاص قول انت. ماشي. انت رميتها لي انا يعني. اتفضل يا باشا. ماشي. طيب احنا لو قلنا البرازيل، اعتقد يعني مش هنختلف كتير. رونالدينيو طبعا، ده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو احنا ابتدينا نشوف البرازيل كانت هي في الجيل بتاع رونالدو. يعني لو هنتكلم على الجيل بتاعنا احنا طبعا مش هنتكلم على اللي فات قبل كده. بس مين كان اكتر لعيب ممتع لما تشوفه قبل ميسي ومين الناس دي كلها؟ كان رونالدينيو. فبس يعني رونالدينيو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بالنسبه لي يعني هو اظن بالنسبه لاي حد، واظن اي حد منتخب البرازيل اكيد هيختار رونالدينيو. مظبوط. انا متفق مليون في المية رونالدينيو، بالرغم ان الواحد برضو شاف شويه لعيبه في البرازيل. ماشي. ما ايه الكيف والمزاج ده؟ هو في ايه؟ انا يعني هو ممكن رونالدو يجي بعد رونالدينيو مثلا. موافق. ريفالدو مثلا. لا مش موافق. يعني ما انا بقى يعني ما هي هنختلف بقى مين بعد رونالدينيو. لا في بقى نيمار بقى وفي كاكا يعني انا قلت لك دول ايه، بس مش هنحتاجين احنا نقولهم على التصوير يعني. تمام. انا متفق معاك. رونالدينيو، انا رونالدينيو فاكر له ايام الموبايلات القديمه بقى، يعني نوكيا 6600 الحاجات بقى. ايوه. كان ليها جي اف وانت مش عارف ان هي اسمها جي اف. مظبوط. ايوه. والناس بتبعتها بعد الفلوس وبتاع. اللمه بتاعت رونالدينيو اول ايه ده؟ هو لازق الكره، يعني هم وقفوا الماتش ولزق الكره. ايوه الحركه اللي هي دي كانت ايه ده احنا اول مره تشوفها في حياتك. ايوه ايه ده؟ هو في بجد الاوبشن ده؟ لا رونالدينيو، لا والله العظيم مفيش العالم بكوره لا مش طبيعيه. دي حقيقه. فاحنا متفقين على رونالدينيو. ده بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا باشا. ماشي. نخلص امريكا الجنوبيه وبعد كده نروح لاوروبا. يلا. ارجنتين. الارجنتين راقصة التانجو. نروح للارجنتين. بعدنا ميسي.
وطبعا مارادونا بره الحسبه، لان احنا قلنا من نص اوائل التسعينات او نص التسعينات بالظبط. فطبعا ده بره برضه. طيب هو انا يمكن ما عصرتوش كتير، بس انا شفته وبعد كده يعني اتفرجت له بقى على فيديوهات وحاجات، لقيت اللعيب ده بجد كان عظيم. هو كان كابتن، كان هداف، كان عنده شوية مهارة، كان كاريزما، شوقتنا، جاب للأرجنتين بطولات. بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة هي جابرييل عمر باتيستوتا. دي حقيقة، اتفق تماما، اتفق. يعني لو كنت قبل، يعني لو كنا صورنا الحلقة دي مثلا من اسبوعين او حاجة انا ما كنتش هتفق. اوكي. بس ايه اللي غير رأيك؟ اللي غير رأيي ان انا شفت فيديو كان من شادي حبشي، هو اللي كان منزله. اوكي. طبعا شاوت اوت لشادي حبشي عشان ده في حتة تانية خالص يعني. حياتنا الكابتن شادي حبشي لو اتفرج عليه. ده في حتة تانية خالص. كان بيتكلم على فيديو باتيستوتا، او مش عارف باتيستوتا، وعلى الارجنتين في كوبا امريكا سنه 91 يعني. هو اللي هو كان رجل الكوبا امريكا بالظبط. يعني هو اصلا جه قبل الكوبا امريكا بماتش، كان بيلعب قدام البرازيل اول ماتش ودي. ده طبعا ده الكلام ده كله منه هو، من شادي حبشي يعني. انا ما دورتش طبعا في الكلام ده. أوكي. هو اللي انا سمعته منه يعني. جه لعب ماتش قبل الكوبا امريكا مع البرازيل، اول ماتش ليه في حياته مع المنتخب، نزل جاب جون عادي جدا، وبعد كده دخل بالظبط، وبعد كده دخل كوبا امريكا. مش عارف اول ماتش ليه برده تقريبا او تاني ماتش حط جون، وهو كان سبب من اسباب ان الارجنتين كسبت كوبا امريكا عامه. كان كاريزما بطريقه مش طبيعيه، وكان ساعتها صغير يعني. ما كنتش بكلمك في ان هو كان ابتدى ينضج يعني، ما كانش اصلا لسه حتى راح ايطاليا تقريبا. انا عايز اقول لك حاجه، انا من ساعه ما وعيت على الكوره، وانا بحب الكوره الايطاليه. انا بالنسبه لي روما دي مستأنسه، يعني روما دي ما بتعضش يعني عمرها ما هتأذي فريق كبير. يعني الثلاثه الكبار معروفين، وروما دي ايه يعني بتعمل كوره حلوه. اتفرجت على فيديوهات باتيستوتا لما كان في روما. هي روما كانت مؤذيه يعني، هو اللي بيجي على قدام روما اقسم بالله كان بيتهرس. دي حقيقه. كان هو وتوتي عاملين لا في رعب في الكوره. اللي بيلعب روما ده هو على فكره هو مهاجم مش مهاري، هو مهاجم ما تستناش منه اي لقطات فنيه. بس يا باشا هات الكوره، هيديك جون حلو، وممكن يديك جون ما تتوقعش ان هو يجي، وهيخلص لك ماتش وهيخلص لك. دي حقيقه. ماشي، خلصنا كده يعني، متفقين لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي تمام. ربنا ما يجيب اختلاف. حلو قوي. ننقل نرجع اوروبا بقى. تاخد تعالى نبتدي بالخمسه الكبار. لا احنا مكملين عادي. ايه تمام. تعالى نروح اوروبا. نبتدي بالخمسه الكبار الاول، من اللي هم الخمس دوريات الكبيره يعني. ماشي، نبتدي. لو هنبتدي بالخمسه الكبار يبقى الدوري الانجليزي، فيبتدي بانجلترا. اوكي، نبتدي بانجلترا. انا في فتره انجلترا اللي عصرتها يعني، متعني في انجلترا شويه اتنين لعيبه يعني. روني كان مجرم الصراحه، بس هو مش منهم. ماشي. هاري كين وفرانك لامبرد. انا اختار فرانك لامبرد. كان لاعب متكامل، عنده كل حاجه في الكوره. عنده الديفندنج، عنده الاتاكينج، عنده الاستامينا، عنده الشوتينج، عنده الكاريزما بتاعت الليدر. انا اختار لامبرد ولامبرد. يعني هنا هنختلف. انا طبعا لامبرد بالنسبه لي يعني، انا عشان بميل لتشيلسي. لا علشان انا اصلا بميل لتشيلسي. أيوة اصلا بغض النظر عن كل الحاجات دي بميل لتشيلسي في الدوري الانجليزي يعني. فانا بالنسبه لي الفتره بتاعت لامبرد دي وبتاعت مورينيو اول ما جه، والفتره اللي هي من 2005 ل 2009 2010 دي، انا بالنسبه لي شفت كتير يعني. ما كنتش بشجع تشيلسي اللي هو بموت يعني لو خسروا وبتاع، بس كنت بميل ليه وكنت بحب الكوره بتاعتهم يعني. وانا اصلا بحب مورينيو من زمان، فاللي هو من هنا بدا اصلا حبي لمورينيو من فتره بتاعت تشيلسي دي. اوكي. فانا بالنسبه لي لامبرد طبعا يعني مش هتكلم عليه، ومش هقول ان هو مش احسن لعيب. ممكن يبقى من احسن لعيبه في تاريخ انجلترا عامه، بس انا بالنسبه لي ديفيد بيكهام بالنسبه لي يعني. هو ما اداش كتير. بالظبط. هو ما اداش كتير للمنتخب على فكره، ولا لاي حاجه. يعني ما هو اداش كتير لاي حد عامه، مش للمنتخب بس لعيب ممتع يعني. لو احنا هنروح لنفس فكره رونالدينيو، ففي انجلترا انا بالنسبه لي بيكهام لا، هو كان لعيب ممتع. اللعيب انت بتحب تتفرج على الكوره في رجله، لو انت مستني منه حاجه مش منطقيه هتحصل. لامبرد كان لعيب كلاسيكي جدا.
هات الكوره هنلعبها لعب تقليدي كلاسيكي، ما استناش منه لمحات فنيه تماما. لا ماشي، ما عنديش لمحات فنيه مش كمهاره، استنى منه لمحات فنيه كبوس كاسيست لا يا جدع، كفاولات كشوت، كل الكلام ده تمام. هو كان ملك الحاجات دي. ايوه ما انا بقول لك، لكن مهاره اللي هو الكوره في رجله وهيرقص ويعدي وبتاع. وبتاع، لا عليه ان انت ممكن عظمه اللعيب تكمن في ان هو سيمبل، ان هو في بساطته. يعني سكولز هو جاي عظمته منين؟ هل سكولز عمره رقص ترقيصه؟ هل عمره عمل سبرنت اصلا؟ يعني ولا هي حصل حاجه. بس سكولز عظمته كان لعيب بيقاتل على الكوره بشكل مرعب للي بيتفرج. ايوه فاهم. فهو لامبرد واخد توت كده، فاهم؟ بس انا بيكهام اهو ايمج وليجند يعني فاهم. انا دايما بيكهام ده لما بيجي بس اسمه دايما بتخيل وهو بيشوط فاول وجسمه بيبقى مايل كده. يعني هو بيشوط الفاول وجسمه مايل بطريقه ما فيش حد في الدنيا عمل وبتطلع في الاخر الكوره الكيرف المرعب بتاع دي حقيقه. طيب ده اول اختلاف. ماشي، يعني ده اول اختلاف. ماشي نكمل. مش مشكله. تاخد يا باشا نروح على الديوك الفرنسيه. نروح. قول يا باشا. طبعا هي قولا واحدا يعني زين الدين زيدان طبعا، يعني ما فيهاش كلام بالنسبه لي يعني. سحر. يعني ده اعظم تاريخ، اعظم لعيب جه في نص الملعب في التاريخ يعني. تحس ان زيدان ده كان بيرقص مهمه يعني ترقيص وتسقاي عنده يعني. ايوه بس هو بيعملها بكل بساطه. ايوه ما ده بقى اقصده، مش بيمتع الجمهور. لا يا باشا، بس انا عايز اخدك حته كده عشان عايز ادي باص بس ابن لعيبه تاني. انا عايز اعدي افرج الناس بقى على حاجه كده تانيه خالص. يعني يوم ماتشات الكوره بتاعت باير ليفركوزن اللي جاب بيها الشامبيونز ليج، ايه ده؟ هو بيخلص كوره مش بيعمل شو يعني. هو فعلا يا جماعه الكوره جايه لي، خد يلا ودي. ايه ده؟ طلع بالمنظر الهلامي ده. الفاينل شامبيونز ليج ماتش البرازيل في كاس عالم 2006 ولا 2010؟ 2006 3 ما خلص 2-1 2006 2-1. ايه ده؟ يعني ايه لعيب بيعمل كده في منتخب كامل؟ واسبانيا. لا منتخب اسبانيا في 2006 ده منتخب البرازيل. واسبانيا في 2006 الماتش خلص 3-1. لا ايه ده؟ لا هو كفيل يقوم باي منتخب كامل. هو فرقه لوحده يعني. طيب اخر حاجه بس، انا هرسل تحياتي لتيري اونري عشان انا كان نفسي اختارك. انا بحبك جدا، بس يعني هو عزيزه في حته ثانيه. قول يا باشا. ماشي نروح على اسبانيا. لا روخا اسبانيا. اعتقد برضو دي هنبقى متفقين يعني. قول كده. تقال قوي بس انا قلبي هو واحد. انيستا هو اللي عمل لهم التاريخ يعني. هو اللي عمل لهم تاريخهم تقريبا يعني. مع طبعا كل اللعيبه اللي حواليه برضو كانوا تقال، بس انيستا في الاخر هو اللي خد انت عارف الشو كله يعني. ان في الاختيارات هو فعلا ده اصعب منتخب يعني. دي حقيقة. يعني فرنسا هتلاقي 2 3، بس خلي بالك هو اصعب منتخب في حقبه صغيره يعني، مش هنبعد بعيد. دي مش ما كانتش حقبه امتاع، دي كانت حقبه رعب. انت بتتفرج على ناس بياكلوا الناس يعني. بني ادمين بياكلوا بني يعني الحقبه دي ابتدت من 2008 وانتهت في 2016 مثلا. والله العظيم انا بالنسبه لي يعني بستحضر كده قميص منتخب اسبانيا بشوف في انيستا. اقول لك انا تاني واحد بشوف بعديه مين ويبقى حاجه ديفيد فيا. يعني ليه بيجي ديفيد فيا تاني واحد عندي؟ لا انا بالنسبه لي تاني واحد بعديه ممكن يبقى سيرجيو راموس، بس مش مع المنتخب يعني. مع يعني يعني بالظبط. اوكي. لكن مع المنتخب هو انيستا طبعا يعني. مفيش نقاش يعني. ماشي. تاخد انت بقى دي الماكينات. انا بالنسبه لي من اللي انا بشوفه يعني، انا مش بشجع ريال مدريد، فمن اللي انا بشوفه من اللي بيحصل توني كروس في يعني بيعمل حاجات مش منطقيه في الكوره يعني. هو اللي بيحصل هو مش طبيعي، ان لعيب بيلعب بيديك باسنج اكيورسي في الماتش بيعدي 98 وبيوصل ل 99%، بيعمل باس واحد من 115 ولا 120 باس غلط، فانت مش طبيعي. لا هو انت مش طبيعي، انت عندك مشاكل يعني. انت بجد عندك مشاكل. لا هو توني كروس طبعا. بس انا بالنسبه لي منتخب المانيا اداء يعني ماكينات، لعب الماكينات كانت الحقبه بتاعت كلوزا واوليفر كان والجيل ده. فانا بالنسبه لي بلك يعني الالمان يعني. هو طبعا في لعيبه ممكن اتقل منه مليون مره، بس انا بلك
لا كان لعيب والله العظيم. كان جميل. طبعا هو في برضه هو يعني ماشي، انا يعني طبعاً مش بعيد عن هنختلف. حظه يعني ما كسبش نهائي في ده حياته. حظ هاري كين لحد دلوقتي يعني. لا بس ده بيتهيألي هاري كين خد كاس. لا ما خدش اي حاجه، خد كاس بطوله وديه يعني، ما خدش كاس رسمي. طلع بس ودي يعني مش عارف لا بالك صعب جدا. اه. بس انا الصراحه يعني احسن لاعب او افضل لاعب انا بفتكره شفته واتمتعت بيه في المانيا مايكل بالك. لا انا توني كروز بالنسبه لي ممكن لو ما كنتش بشجع ريال مدريد او موضوع ما بشوفش ريال مدريد بالشكل اللي هو خرج على بقى طول. العاطفه من الموضوع. لا مش عاطفه خالص والله، انا ما بقولكش عشان عاطفه، انا بقول لك من اللي انا بشوفه اللي بيعمله يعني. انا بقول لك أيوة. انا لو ما بتفرجش على ماتشات ريال مدريد. لا خلي الحكم من خلال المنتخب. طب ما انا قلت لك انيستا ماشي. ده برشلونه صرف يعني انا مش حاطط عاطفه خالص. ماشي. يعني انا بقول لك اللي انا بشوفه من توني كروز ده صعب جدا يعني. ما بقى يعني مش طبيعي يعني. اوكي. نروح لايه تاني؟ نروح لمين؟ قول انت كده. الطواحين. هولندا. نروح لهولندا. قول يا باشا. انا بالنسبه لي سيدورف طبعا يعني اسطوره مش هتتكرر تاني يعني. يعني انا بالنسبه لي الجيل بتاع هولندا الاخير ده اللي هو من الجيل بتاع روبن وشنايدر وفان بيرسي والناس دي، ما بحسوش كان ليه قيمه زي الجيل اللي كان قبله. يعني جيل بدايه الالفينات او بدايه التسعينات لحد 2006 كاس عالم 2006 او 2010 تقريبا كان بدايه بقى الجيل بتاع روبن وشنايدر 2010 كان خلاص. كانوا ابتدوا ان هم بقى 2006 بداوا يمكسوا بالظبط. يعني و2010 كان في كام لعيب منهم لسه موجود. لا من الجيل ده كان مين؟ كان لسه فان برونخوست كان موجود، كان فان بومل يعني موجود. بدأ اصلا 2006 يعني هو ما كانش معاهم من زمان. بس انا ماشي مش من جيل سيدورف وكلايبرت وفليب كوبو اوفر مارس وبيركام، لا ما كانش حد باقي من الناس دي. انا بالنسبه لي انا ما بعملش لهولندا عامه يعني من بدايه الجيل الجديد ده انا ما بعملش لهولندا تمام. ما بحبش اي لعيب من هولندا. بس انا بالنسبه لي مع ان تحس ما عدا شنايدر. طب انت عارف ان انا بحس ان اكتر منتخب انا عايز اطبطب عليه هو منتخب هولندا. بحس ان انا دايما عايز اتعاطف معاه مش عارف. ما هو انا ما بحبهمش عشان هم دايما عايشين الدور ده. بس هم مش مظلومين، بس هم الكوره دايما هم اغبياء تصرفات غبيه يعني مش اغبياء بمعنى كلمه يعني، بس هم بتيجي في الاخر وبيتصرف تصرفات مش منطقيه. اللي هو طب ما انت ماشي كويس في الاول، بتتصرف صح من الاول. يعني روبن ده مضيع نص تاريخ هولندا. ومضيع نص تاريخ البايرن. لا ماشي ده يعني طب اختار مين من هولندا؟ سيدورف قولا واحدا ولا قولا ثانيا؟ سيدورف. طيب انا بقول شنايدر عشان طبعا الانجازات اللي عملها وكان لعيب شبه متكامل. لما كنتش اختار شنايدر كان هيبقى بيركام. اوكي بس شنايدر. لا انا سيدورف. ماشي. نروح البرتغال. يلا نروح للبرتغال. طبعا احنا استثنينا رونالدو خلاص. قول انت بقى، ابتدي انت المره دي. انا ما حدش متعني في البرتغال دي كلها كده على بعضيها غير فيجو. مش هنختلف طبعا يعني، في لعيبه كتير يعني، في كذا لعيب. لو بعد فيجو هتقول مين؟ لو بعد فيجو هقول مين؟ ممكن اروح لديكو مثلا. يا ابن اللعيبه ممكن اروح لديكو. ديكو والله ديكو. بس هو فيجو تمام يعني. ماشي. فاضل ايه؟ فاضل بلجيكا. ايطاليا وبلجيكا. ايطاليا وبلجيكا. البيتزا. ماشي. انا لو ايطاليا هروح نفتكر كده. طب انا ممكن اقول لك انا هروح. ماشي روح. انا ايطاليا بوفون. انت بوفون وبعد كده بقيت لعيبه العالم. لا انا هروح لديل بيرو. انت دي خيانه. ديل بيرو عشان انت ما ينفعش انت تقول ديل بيرو وانا ما اقولش ديل بيرو. بس انا اصلا اخترت برضه حد يعني في اليوفي يعني. لا بوفون. لا انا بالنسبه لي ديل بيرو كان ده عصر كام جيل وشال كام خط دفاع وفي الاخر رفع كام كاس يا جدع. لا انا ديل بيرو بالنسبه لي كاس عالم 2006 الجون بتاع المانيا ده بيعدي كده بيعدي قدامي على طول يعني. فلا انا ديل بيرو ونعدي على اللي بعده وما تشتتنيش. ديل بيرو ما تشتتنيش بعد. ما تضغطش عليا بعد اكتر من كده. بالظبط. ولا توتي. لا ولا بيرلو. ديل بيرو. طيب بلجيكا. نروح لبلجيكا. يعني هم تحس ان هم كانوا عليهم تراب وبداوا يطلعوا للنور يعني. والجيل اللي طلع للنور هتختار في اسم من الاثنين. اتفضل اختار اسم. دي بروين.
هو واضح ان احنا مش اسم من الاثنين، هو اسم من اسم يعني دي بروين هو احنا ممكن نرتبهم دي بروين هازارد كورتوا يعني. بس ممكن دي بروين كورتوا هازارد ايا كان الترتيب، بس هم دول احسن 3 لعيبه يعني. في ناس على فكره بتقول لك هازارد الاول. بس لا دي بروين طبعا استمرارية. يعني هازارد ما كملش، او ممكن يكون هازارد طالع من طالع قبل دي بروين، طالع بس قبل دي دي بروين. بس دي بروين انجازاته بتعلي على هازارد كتير. هازارد طبعا لعيب بص واللي فشيخ هيحكم في يعني، مش القصة هيجي دي زيه برضه يعني. طريقه اللعب اللي انت بتحبها، انت بتحب المهاره ولا بتحب اللعيب الباسير والشويت واللي بيدي كره؟ انا دي بروين. وانا دي بروين من افضل من لمس الكوره، ومن افضل اللعيبه اللي كان عندهم فيجن في تاريخ الكوره. دي حقيقه. يعني ممكن يتفوق على لعيبه كتير جدا، مثلا ممكن دي بروين يتفوق على جيرارد مثلا في الفيجن، المجرد عنده رؤيه مش طبيعيه. لا هو دي بروين فشيخ يعني، فشيخ. اوكي دي بروين. فاضل لنا مين؟ خلصنا كده، احنا كده خلصنا ال10 منتخبات اللي كانت عندنا. هنروح دلوقتي بقى احنا هنرتب ال10 لعيبه اللي احنا قلناهم بالترتيب بتاعنا والترتيب بتاع كابتن ياسر. طبعا احنا مستنيين الترتيب بتاعكم انتوا كمان، وهنرجع لكم بعد ما نخلص الترتيب بتاعنا. شوف وعامة يعني اي حد هيقول راي مخالف ومش هيعجبني في الكومنتات انا اخش ارد. عامة انا مش هسكت، احنا كده متواجدين. مش احنا كده قاعدين، يعني مش هنروح في اي حته. حاجه. ما يجيش حد مثلا يقول لي احنا ان شاء الله لوكاكو لا احنا قاعدين. هنتخانق. بالظبط، وهنتخانق وهنرد وكل حاجه موجوده. ورينا الليست بتاعتك. يلا بينا. ودي كانت الليسته بتاعتي والليسته بتاعت مهند لافضل 10 لعيبه في تاريخ المنتخبات اللي احنا قلناها. مستنيين الليسته بتاعتكم والترتيب بتاعكم علشان نتخانق مع بعض في الكومنتات. واحنا مستنيين منكم طبعا اي توب 10 تاني لو انتم محتاجين تعرفوا الترتيب بتاعنا انا وياسر. لو انتم حتى بتلعبوها مع نفسكم قولوا لنا انتوا ايه اللي انتوا كنتوا بتلعبوه، واحنا هنلعبه معاكم هنا ونشوف الترتيب بتاعنا والترتيب بتاعكم كان واصل لايه. اي اهم حاجه في الموضوع ده كله الانتراكشنز ما بيننا وما بينكم يعني. مستنيين منكم اللايك والسبسكرايب والشير لو الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله دايما نبقى عند حسن ظنكم. اخر حاجه نحب نشكر اكس او بلاي ستيشن على السيرفيس اللي هو بيقدمها لنا. هو راعي البرنامج في كالوكيشن وككل حاجه بيقدمها لنا. قدام البوابه الرابعه في حدائق الاهرام هتلاقوا اللينك بتاعت البيج موجوده في الديسكربشن. شكرا.